بسم الله الرحمن الرحيم. لعبة مباراة المجدي السكندري وبلدية المحلة، ركلة جزاء اللي تم احتسابها لبلدية المحلة. الكرة بالظبط متشاطة من مهاجم بلدية المحلة، تصطدم ببطن لاعب المجدي، ما جاتش في ايده حتى، وان جت في ايده فالايد موجودة في وضع طبيعي جدا، مش مكبرة الجسم، وبالتالي لا يعاقب عليها اللاعب لو الكرة جت في ايده. لكن اللعبة واضحة وصريحة، مفيش لمسة يد. واستمرار اللعب هو القرار الصحيح. احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لنادي بلدية المحلة في المباراة. يعني ركلة جزاء هي هدف المباراة، وطبعا غيرت وأثرت على نتيجة المباراة، وأكيد ركلة جزاء مؤثرة على المنافسة الكبيرة على بطاقة الصعود في آخر 3 جولات في القسم الثاني، بحري واسكندرية. خطأ كبير، ونتمنى التوخي الحذر من كل حكام مصر الفترة اللي جاية في آخر جولات دوري القسم الثاني، عشان ما يكونش التحكيم له أي دور في صعود فريق وعدم صعود فريق آخر. دي كل حاجة في التحكيم في الماتش ده. شكرا ليكم.